في ناس بتخاف من البحر مش عشان بيغرق بس عشان بيبلع. ناس بتقول البحر غدار، بس هو فعلا بيغدر ولا في حاجة أكبر من كده بكتير؟ ستوب ستوب ايه امبارح تقريبا حصلت حاجة في مكان مشهور، الناس هناك كانت بترقص وفجأة حصلت حادثة صعبة جدا. وفجأة بدأ الكلام عن الساحر الشرير، بس محدش اتكلم. الناس خافت، الفيديوهات اتمسحت، الأصوات اختفت، وكان في اتفاق صمت بين الكل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إبليس وضع عرشه على الماء، بس ليه؟ البحر مكان فوضوي، ده قانون ولا سيطرة ولا منطق حتى. المية دي مش بريئة، البحر بيتغير في لحظة، البحر بيبلع بيدفن ويمسح كل أثر زي أي جريمة مثالية. يعني لما الشيطان اختار يحط عرشه على المية ما كانش بيهزر. يعني على سبيل المثال في الأساطير القديمة، الإغريق قالوا في آلهة بتغرق السفن لو زعلت. الفراعنة أمنوا إن البحر فيه مخلوقات بتحرس بوابات العالم الآخر. البدو بيحكوا عن صوت بيطلع من البحر وقت المغرب محدش يعرف مصدره. وفي القصص الشعبية البحر مش بس مكان، البحر شخصية، وغالبا شخصية شريرة. امبارح تقريبا حصلت حاجة في حفلة في مكان في البحر، ناس بدأت تتكلم، فيديوهات اتنشرت واتحدث، مشاهير سكتوا، سوشيال ميديا ولعت وبعدين سكتت. بس الناس بدأت تقول الشيطان والساحل. البحر مش ساكت، البحر بيكلم الناس اللي بتسمعه. في علم النفس البحر بيرمز للاوعي، الحاجات اللي بنخاف نواجهها. في العلم احنا مكتشفين اقل من 5% من اعماق المحيط، في اصوات مسجله تحت الميه العلماء نفسهم مش عارفين مصدرها. الشيطان حط عرشه على البحر، بس السؤال الحقيقي هو احنا بنروح له بايدينا فعلا؟ اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. كل سنه الناس تنزل تصيف، وكل سنه البحر ياخد مننا حد، بس اول ما تحصل حاجه الناس كلها بتسكت. ممكن خوف، ممكن مصالح، او يمكن هما مش عارفين ومش عايزين يعرفوا. بس الحقيقه ان الشيطان مش بعيد، الشيطان قريب، الشيطان موجود في البحر وموجود في كل مكان. ولكن المشكله الحقيقيه مش في الشيطان، المشكله الحقيقيه فينا. احنا اللي بنميل ان احنا نفجر، احنا اللي بنميل ان احنا نعمل حاجات غريبه، احنا اللي بنميل ان احنا نخرج عن طبيعه احنا عايشين عليها. الفطره اللي ربنا خلق عليها الانسان، دايما الانسان هو اللي بيكسرها وهو اللي بيكسر المعايير وبيغير اي حاجه. يعني ابليس عرشه على الميه اكيد، ابليس بيبعت الشياطين عشان خاطر يعملوا فتن بين الناس اكيد، ولكن الشيطان مش هو السبب الحقيقي. السبب الحقيقي الانسان نفسه. الانسان مخير مش مسير، الانسان قادر ان هو يقفل بيبان الشر بانه يبعد عنها، مش يروح لها ويقول يا رب استرها عليا. يعني بمعنى صح كده، اكتر المعاصي والفتن بتبقى فين؟ اماكن البحر، ولا في الحياه العاديه، ولا في الحياه اليوميه، ولا في ايه بالظبط؟ وفي النهايه يا صديقي، قبل ما تقول البحر امان اسال نفسك، هو الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان عرشه هناك. اللي بيفرق بين الخرافه والحقيقه مش المكان ولا العادات، اللي بيفرق هو سؤال واحد: ليه؟ وتفتكر لو البحر فعلا بيخبي يبقى انت داخل على ايه؟ لو الشيطان هناك يبقى انت بتصيف مع مين؟ الساحل الشرير مش بس مكان، ده حاجه مش تبعنا ولا تبع ثقافتنا ولا دي حياتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معانا، فعل الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد، وتابع فيديوهاتنا القديمه لو انت ما تابعتناش قبل كده. كان معاكم عبد الرحمن صالح مستر لي. سلام.